سألت نفسك قبل كده هم ازاي بيعملوا التيفو؟ حاجات هيخبيها عليك افراد الالتراس، وايه هو التيفو الافضل في التاريخ. اختلف التيفو والدخلات في جميع ملاعب كرة القدم من دولة لدولة ومن رسالة لرسالة. فمثلا عندك في السعودية، واللي الجمهور السعودي بيوصل للاستاد قبل المباراة بيوم ويبدأ يرص ورق التيفو على كراسي الاستاد، وده بيخليه كأنه بيعمل بروفا للرسمة قبل المباراة. بيتميز في ده أندية جدة سواء جمهور الاتحاد او جمهور الاهلي. اما في شمال افريقيا وبالتحديد في مصر بيدخل افراد الالتراس قبل المباراة بساعات من اول فتح البوابة، لكنهم عكس الجمهور السعودي ما بيكشفوش ورقة التيفو وبيلزقوها في ظهر كل الكرسي وبيعرضوها مع عد تنازلي في بداية المباراة، وده اللي بيتميز بيه التراس وايت نايتس. وفي شمال افريقيا برضه بيتميز الجمهور المغربي بالدخلات ال 3 دي، وعمل اكتر من تيفو 3 دي بشكل رائع في مسيرته. بيتميز بده التراس جرين بويز لنادي الرجاء والتراس الوينرز لنادي الوداد. وفي الملاعب الاوروبيه بيتميزوا برضه بموضوع ال 3 دي، لان بعض الفرق الالمانيه بتنفذه وابرزهم جمهور بروسيا دورتموند، لكن نادرا ما تلاقي فرقه في اوروبا بتعمل تيفو. بس افضل دخله وتيفو في تاريخ كره القدم كان لصالح جمهور اتحاد جده، وهي